بعد أن ترك لها ذلك الإناء ورأت ما رأت من أوصافه تأثرت به وبايعته على الإسلام، فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك بمدة جاء أبو معبد يسوق غنيمات يتساوكن من شدة الهزال، غنيمات ضعيفات يسوق غنيمات. فدخل على أم معبد فوجد اللبن، فقال: ما هذا يا أم معبد؟ والشاة حائل ولا حلوبة في البيت، الشاة ما عندها ليس فيها لبن ولا حلوبة في البيت. فقالت رضي الله عنها وارضاها: والله لقد مر بنا رجل مبارك. فقال أبو معبد: صفيه لي يا أم معبد، صفيه لي. قالت قبل ذلك: والله لقد مر بنا رجل مبارك، وذكرت من أخباره كذا وكذا. فقال أبو معبد رضي الله عنه والظاهر أنه أسلم، قال: صفيه لي يا أم معبد. فبدأت تذكر أوصافه. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل. قالت: وفي عنقه سطع، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، أزج أقرن، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحسنه من بعيد، وأحلاه وأجمله من قريب، حلو المنطق فصلا لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال سمعوا لمقاله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محشود محفود، لا عابس ولا مفند أو مفند. فقال أبو معبد رضي الله عنه: والله إنه لصاحب قريش، ولقد هممت أن